ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب، وإذا استغفرنا ربنا من شركنا وتبنا إليه ودخلنا في الإسلام في التوحيد، إيش نستفيد؟ الأجر فقط في الآخرة. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا أولا، أول الفوائد التي تجنونها، يرسل السماء عليكم مدرارا. اثنين، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا وأنتم مجرمون. معنى قوله هنا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أن طاعتك لله تعالى يعجل الله تعالى لك بها المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. وقال الله جل وعلا وهو يبين أن المؤمنين يكونون على خير، قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعضهم: للذين أحسنوا الحسنى في الدنيا وزيادة الجنة. وقال بعضهم: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. كل من عمل عملا صالحا أيها الإخوة الكرام، من صدقة أو بر أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصح أو أي عمل صالح، يقينا الله يكافئك في الدنيا قبل الآخرة. قد يقول البعض: يعني يا شيخ هذا الكلام جيد، لكن نحن نلاحظ أن هناك أقوام صالحون ومساكين فقراء وفي بيوت يعني متهالكة، وربما أيضا عنده مشاكل صحية، وعنده يعني الله ما كافأه الله، هذا هو مسكين على حاله هذا. فنقول إن الله تعالى كافأه وهو لم يعلم. قد يكون مكافأة الله تعالى للعبد قد تكون أمرا ظاهرا، فيعمل العمل الصالح فيطرح الله البركة في ماله مثلا، ويصلح الله أولاده، بينما غيره أولاده يقعون في منكرات ومخدرات وعقوق. أولاده صالحون فيقول: يا رب لك الحمد، أنا أعلم أن هذا الخير بسبب صدقتي، بسبب صلاحي. أو قد يكون الله جل وعلا يحسن إليه وهو لا يعلم، فيكف الله تعالى عنه أمراضا تصيب غيره. يصبح ناس من أصدقائه وفي مثل سنه أصيبوا بأمراض خطيرة وذهبت أموالهم في العلاج وتتبع المستشفيات، وأنت يحميك الله تعالى من المرض بسبب ريال تصدقت به ذلك اليوم، أو قبلة على رأس أمك أو أبيك، أو لأجل غض بصر فعلته يوما، أو لأجل عمل صالح فعلته، فيكف الله عنك شرا أنت لم تكن تعلم أنه نازل بك. لكن اعلم يقينا أن كل عمل صالح ستجد أثره في الدنيا قبل أن تجده في الآخرة. خذ هذه قاعدة: إن الأبرار لفي نعيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقينا، فقد يكون ربما أحيانا مجيء ولدك ومن ذهابه إلى البقالة ورجوعه وهو صغير وسلامته من أن تصدم السيارة، مع أن غيره ربما قبل فترة صدم في مثل حالته. نقول هناك عمل صالح عملته حمى الله تعالى به ولدك ولم يحزنك. ما فيه عمل صالح تعمله إلا يكافئك رب العالمين. ولذلك هنا شوف يقول هود عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أنتم مخطئون، أنتم تقعون في الشرك، توبوا إلى الله. وإذا تبنا أسرع شيء يكافئكم الله تعالى به أن يسقي الرمال القاحلة التي أنتم تحيون عليها. هذا القحط الذي مر عليكم 3 سنوات بدون مطر حتى كدتم أن تهلكوا، يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يعني متتابعة، كما تقول مثلا الضرع يدر لبنا يعني يخرج منه اللبن بكثرة متتابعا. هذا المشروع يدر مالا يعني يأتي منه المال كثيرا متتابعا. فهنا يقول يرسل السماء عليكم مدرارا، بس لا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قيل يزدكم قوة إلى قوتكم يعني صحة في أجسادكم، وقيل يزدكم مالا فإن المال قوة للإنسان، وقيل يزدكم قوة يعني يعطيكم ذرية، فإن كثرة الذرية
قوة، كما قال الله جل وعلا وبنين شهودا، يعني أولادا يشهدون معه المشاهد ويقوونه. فقالوا يزيد. ولذلك يقول ابن عباس من علاج العقم كثرة الاستغفار، وذلك أيضا شاهد في سورة نوح لما قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا أيها الناس إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار له شأن، له شأن في كفايتك من المرض، له شأن في دفع عقوبة الله عنك. فقد يصنع المرء ذنبا ثم إذا أكثر من الاستغفار أستغفر الله معناها يا ربي سامحني، يا ربي أنا آسف، يا ربي اقبل معذرتي، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني. أنت لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، يعني أطلب الله المغفرة، أطلب الله السماح، أطلب الله التجاوز عني، أطلب الله عدم مؤاخذتي، أطلب الله عدم عقوبتي. فلما تكون تطرق الباب أستغفر الله، تطرق أستغفر الله، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني، يا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلج. كلما كان المرء يكثر الاستغفار فتح الله تعالى له مغاليق الأمور. ولذلك كل الأنبياء كانوا يأمرون أقوامهم بالاستغفار. فهنا هود عليه السلام يقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا وتدبروا عن النصيحة، اقبلوها وخذوها، لأنكم إن توليتم تكونون مجرمين.